بسم الله بديت وعلى نبي صليت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ومرحبا بكم إن شاء الله الفيديو تاعي تاع اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. كي نقول أحلى وصفة درتها، صح تقريبا أحلى وصفة درتها. درت اللحم بكري على الطريقة الفرنسية، يخرج بنين 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 من أروع ما يكون. ووصفة أيضا سهلة. أول حاجة نتبلو اللحم ديالي، التتبيلة نبداو فيها. هما يعني يديروا قطعة كبيرة تاع لحم بكري، نتوما تقدروا حتى ديروها بالغلمي اللي مازالو يعني شوية لحم خباه العاشورة ولا يقدر يديروا، ولا حتى تشيو هاد البكري اللي راهو مستورد، يعني الثمن تاعو راهو هابط شوية، ويعني حتى النوعية تاعو ممتازة. أنا بالنسبة ليا يعني ماشي كيما لوكال، ولكن كي تشوفي في السومة وكاين وين طيحي ولا غربنين على لوكال يعني محلي. المهم نروحوا للتتبيلة ديالنا اللي فيها واحد 2 مغارف تاع الصويا صوص، يعني من الأفضل تكون كاينة. اللي ما عندوش يعني يقدر يدخل عليها، ولكن يعني راهي تنباع قرعة. كاين اللي النوعية تاع 35,000 وكاين اللي تاع 90,000. أنا شارية هاذيك تاع 35,000 وبنتها يعني مليحة. زدت تاني معاها حوالي 2 مغارف تاني تاع الخل. درت حوالي تاني واحد المغرفة معمرة مليح صغيرة تاع عكري. أنا درت المدخن من الأحسن، اللي ما عندوش يدير العادي. فلفل الكحل، كمون، وزريعة البسباس. زريعة البسباس إضافة من عندي يعني في اللحوم، راح تعطي بنة روعة وتنحي هذيك الكهومية تاع اللحم. حكمت قلت لكم مرسو بقري هكذا، آه، يكون خشين، وندير فيه ثقوب. هاد الثقوب باش يعني أولًا تدخل فيه التتبيلة، وثانيًا كي تكتروا الثقوب راح يجيكم طري، يعني تفكوا كامل هادوك راني نحوس على الكلمة راحت لي توقفت مدة باش نتفكر. المهم هادوك تقولي عضلات هاكا شادين روحتهم، يعني تفكوهم كامل كي ديروا بالموس. هي كاين آلة خاصة، ولكن ما شريتهاش، شفتها في السوق مازال ما شريتهاش، ما لقيتهاش قدامي، شفتها في الإنترنت. المهم حكمت هداك المرسو تاعي تاع اللحم، درت له كمية تاع الملح، يعني ملّحت، درت شوية في التتبيلة، اللي باقي ملّحت اللحم. أنا ماذا بيا اللحم يتملّح وحده باش يجيكم بنين. ونحكم هذيك التتبيلة كامل وندخلها هاكا نماصي فيها بيدي معليش. المهم ندخلها بيان ونخليها. نروح في طنجرة ولا يعني كوكوطة ولا، أنا صدقكم القول هما ما يديروش كوكوطة، أنا درتها هنايا. ومن بعد وراء الكواليس درت كوكوطة، خليتها طابت باش يطيب لي الزبدة، وعاودت نحيتها. أنا قلت لكم هما ما يطيبوهاش في الكوكوطة، ولكن يديروها على أبتي فو، يعني كي يبدا يغلي الماء، هذاك المرق يديروه أبتي فو ويخلوها يعني ساعتين 3 سوايع، أو أكتر يعني على حسب هذاك اللحم. ويكونوا دايرين الماء، يعني هي ما تشربش كي تكونوا دايرين النار قليلة وتخلّوها. يعني أصلًا طيب خير من الكوكوطة، والبنة تكون خير، ولكن تاخذ لكم وقت. هاكم شفتوني درت واحد 2 مغارف تاع الزيت، ودرت مغرفة مليحة تاع مارغرين، خليتها حتى سخن الإيدام تاعي مليح، ودرت هذيك القطعات تاع اللحم. لازم يكون النار قوية، يعني قوية باش هذاك اللحم ما يطلقلكمش كامل ماه. حنا أنا حابين يدي تحميرة شابة، يعني يديها تحميرة، ما تتقلقوش، خلوه هكذا وما تغطوش باش ما يوليش الماء عليه يتحمر لكم بيان. قلت لكم يعني ما شاء الله، نخليه هكذا حتى يتحمر مليح، ونقلبوا الجهة التانية يزيد نفس الشيء. شوفوا اللون اللي خداه، يعني ياخد لون ما شاء الله. بنتو يعني يطلقها في هذوك اليدام. الجهة الأخرى ما حش تدي وقت كبير كيما المرة الأولانية، يعني راح يدي وقت أقصر. وكي نشوفوه يعني تحمر مليح، نحو القطعة تاعي تاع اللحم، نحمس هذيك الخضار اللي عندي، دوك نقول لكم واش من خضار باش نرد هذاك اللحم. هنا كنت نطلع عليها يعني كي شفتها تحمرت مليح نحيها. أول حاجة درت بصلة كبيرة، يعني بصلة تكون كبيرة، لأنه هاد البصلة اللي حتعطي قوام هذيك لاصوص. أنا من قوة عجبتني هذيك لاصوص، راكم شفتوا هذيك لابيوري تاعها مرتها، لأنه لاصوص بنينة. وهاد لاصوص لو كان نقول لكم يعني هذاك النهار وخد من داك مازالني كي ندخل الكوزينة الريحة يعني تعطعط. شهي فيكم باش تجربوها وتجي يعني بالحلاوة،
تجيها بالحلاوة، تجي ما شاء الله. زدت هنا تاني 2 حبات زرودية ولا جزر يكون شوية كبار، يعني كبيبرين هادوك زرودية، نخلي لهم وقتهم يعني هاد الزرودية وهاد البصل باش يتحمس، ونزيد معاها عود كرافس، يعني راني ندير كل حاجة نعطي لها حقها في التحماس. هنا زدت قلنا عود تاع كرافس، يعني الخضار عندي بصل، زرودية، كرافس، ودوك نزيد سنينات تاع التوم. فوالا هاكا واحد 4 سنينات تاع التوم ولا نقطعهم، يعني ماشي لازم نسكرفجهم ولا ندرسهم ولا. زدت إكليل الجبل، يعني تاني إكليل الجبل ولا الغومارا راح يعطي له ذوق بنين لهاد الصوص وهاد اللحم، وميم طون يعني ينحي هذيك الريحة تاع اللحم القوية. يعني الوصفة جبتها لكم بتفاصيلها، يعني ما بدلتش فيها بزاف على الطريقة الفرنسية، يعني قلت لكم ما بدلتش فيها بزاف لأنه بنتها بنة وتنباع غير في لي غوستورون شيك وبأثمان باهظة. يعني جربيها لوليداتك وراح تعجبهم إذا ما كانوش ذاقوها برا. التوابل واش درت نص عود قرفة، زوج جوز، زوج نجمة الأرض ماشي جوز الطيب، مازالني في جوز الطيب، فلفل كحل، وشفتو يعني على راس المغرفة واحد نص مغرفة ماشي على راس المغرفة تاع طوماطيش تاع الباطا، يعني ما ديروش بزاف. ومن بعد درت ماء يغلي في هذاك البول اللي درت فيه التتبيلة، ودرت فيه قطع تاع مرق اللحم البقر، يعني الجامبو تاع البقر. تقدّم مع بيوري، الطبخ الفرنسي يقدّموه مع البيوري، بصح حنا تحبي يعني تضيفيه مع أي، يعني لي بات ولا فريت ولا لكم ذلك، ولكن هو يتقدّم مع لا بيوري. خلّوه حتى يعقد يعني هذاك لاصوص وهذاك اللحم قُلت لكم يطيب بيان، ومن بعد نصفّي المرق ونقدّمو هكذا فوق اللحم وفوق البيوري. أنا من قوة تعجبني هاذيك لاصوص يعني دوّشت له. هاذيك البيوري عمّرتها، يعني هكداك ولي قاعدة درتها في saucière وقعدت يعني كل لقمة نزيد، ما شاء الله تجي بنينة وتجيب حلاوة، تجي ما شاء الله. هنا يعني قلت لكم الكاميرا تاعي شوية ما عطاتلوش حقه هذاك اللحم، شوفوا كاني نقطّع فيه يعني ما راهوش يابس ولا طري، يجي من الداخل ما شاء الله، يعني شوفوا غوزي ما شاء الله، وطايب زبدة هنا سخون مع إنه هكذا وجاني سخون. نتمنى الوصفة تاع اليوم تعجبكم، ما تراطيوهاش، إذا عندكم مرسول لحم ديروها، ما عندكمش باتوا جيبوا، قلت لكم حتى المستورد حتخرج به ما شاء الله، وقدموها لوليداتكم في هذا 10 أكيد 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 راح يحبوها. شوفوا كيفاش ما يحبوهاش، أنا راني ندير في المونتاج وتشهيتها للمرة الثانية. نتمنى الوصفة تاع اليوم تعجبكم، تهلاو لي في لي جيم ولي كومونتير، البخلاء تلقوا يدكم شوية، تلقوا وديروا جيم وكومونتير. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة ديروا جيم وكومونتير من قلبكم يعني. الأخير ما بقى لي غير نقول لكم أتهلاو لي في رواحتكم والسلام عليكم.